أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجديدة الرادار الجزائري، لتشكركم على دعمكم وتدعوكم للاشتراك بكثافة ومشاركة رابط القناة مع الجميع، وإثبات أن جمهور الرادار لا يهزم ولا يتخلى عن قناته. في عرضنا الإخباري لأمسية نهار اليوم لدينا مجموعة من الأحداث نستهلها بالتطرق إلى الكلمة التي ألقاها رئيس كل الجزائريين الزعيم عمي تبون، وتأكيده على ثبات الجزائر في مواقفها. أما في موضوعنا الثاني، الرئيس الكونغولي قبل مغادرته الجزائر وهو يلبس البرنوس الجزائري يقر ويعترف بأفضال الجزائر التي رافقت ودعمت وساندت أنغولا لتصبح بلدا مستقلا. أما في الموضوع الذي يليه أيها الأحبة، الفريق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تزامنا مع انطلاق مناورة عسكرية تحت عنوان فخر 2026 قبالة الحدود المغربية. أما في هذا الموضوع أيها الأحبة، موضوع موجه خصيصا لعبيد المهلكة المخربية الذين يتغنون باسترجاع الصحراء الشرقية بالقوة. مجموعة من عبيد المهلكة جاءوا لاقتلاع أشجار النخيل في قصر إيش الجزائري، فماذا كان مصيرهم يا ترى؟ ابقوا معنا لتعرفوا مزيدا من التفاصيل. أما في هذا الفيديو، في هذا الخبر أحبتنا، البرتقالي المتغطرس رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يصل قبل قليل إلى الصين الشعبية ويتعرض إلى إهانة دبلوماسية كبيرة. في موضوعنا ما قبل الأخير أيها الأحبة، صفعة دبلوماسية يتلقاها نظام المخنزي، وذلك باعتراف سفيرة دولة الكيان المحتل في إسبانيا، والتي قالت بأننا لن ندعم المهلكة المخربية في قضية سبتة ومليلية. أما في ختام نشرتنا فسوف نختتم أخبارنا بموضوع الحثالة السوريون الذين تجرؤوا على الجزائريين والجزائريات. اليوم قضية الترحيل أصبحت مطلبا شعبيا وقضية رأي عام. بداية أيها الأحبة، تطلب منكم قناتكم الرادار الجزائري دعمنا، الاشتراك بقوة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس، وذلك فضلا منكم وليس أمرا من القناة. في مستهل عرضنا الإخباري أيها المشاهدين الكرام، وفي رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة، عاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليؤكد أن الجزائر لا تساوم في مبادئه التاريخية، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي رسالة يفهمها الجميع، خاصة فيما يتعلق بالقضيتين الفلسطينية والصحراوية اللتين تعتبرهما الجزائر قضيتين عادلتين لا يمكن التخلي عنهما مهما اشتدت الضغوط والتحالفات. شوفوا معنا وش قال السيد رئيس الجمهورية. انطلاقا من تماسكنا باحترام القانون الدولي، عن وقوفنا إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأقصد الشعبين الصحراوي والفلسطيني، كما نحفظه لهما وتحفظهما لهما قرارات والمواثيق الأممية والشرعية الدولية. فالجزائر اليوم تواصل التمسك بثوابتها الدبلوماسية التي ورثتها من تاريخها التحرري، وترفض منطق فرض الأمر الواقعي أو المتاجرة بحقوق الشعوب، فموقفها من القضية الفلسطينية ثابت، كما أن دعمها للشعب الصحراوي نابع من قناعة راسخة بأن الاستعمار لا يسقط بالتقادم، وأن الحرية حق مشروع لكل شعب يناضل من أجل أرضه وكرامته. إنها الجزائر التي لا تغير مواقفها بتغير المصالح، ولا تبيع مبادئها في أسواق السياسة الدولية.
في نفس السياق وفي سياق الكلام عن القضايا التحررية، وهو يرتدي البرنوس الجزائري في موقف يحمل الكثير من الرمزية والوفاء التاريخي. اعترف رئيس أنغولا جواو لورينزو بأفضال الجزائر والدور الكبير الذي لعبته في دعم بلاده خلال مرحلة التحرر والاستقلال، مؤكدا أن الشعب الأنغولي لم ينسى أبدا وقوف الجزائر إلى جانبه في أصعب الظروف. فالجزائر لم تكن يوما مجرد دولة تراقب الأحداث من بعيد، بل كانت دائما سندا للشعوب المستضعفة تمد يد العون دون مقابل وتدافع عن الحرية باعتبارها مبدأ لا يباع ولا يشترى. ولذلك لا يزال اسم الجزائر يحظى بالاحترام والتقدير في ذاكرة كثير من الدول الإفريقية التي عاشت سنوات الكفاح ضد الاستعمار. في موضوعنا هذا مشاهدينا الكرام، وفي رسالة تحمل أبعادا عسكرية واستراتيجية واضحة، حل الفريق أول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة بالناحية العسكرية الثالثة في بشار في زيارة عمل وتفتيش تزامنت مع انطلاق المناورات العسكرية الكبرى تحت عنوان فخر 2026 بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود الغربية للمهلكة المخربية. هذه المناورات تعكس الجاهزية العالية الاحترافية التي بلغها الجيش الوطني الشعبي، وتؤكد أن الجزائر تواصل تحديث قدراتها الدفاعية ورفع مستوى التنسيق الميداني بين مختلف الوحدات العسكرية في ظل التحديات الأمنية والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. فخر 2026 ليست مناورة عسكرية، بل استعراض ميداني لقوة التنظيم والانضباط والقدرات العملياتية التي باتت تميز المؤسسة العسكرية الجزائرية، والتي تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أقوى الجيوش في المنطقة وحوض البحر الأبيض المتوسط. هذا الفيديو خوتي موجه خصيصا لعبيد المهلكة، مهلكة الرذيلة والمخدرات. ففي حادثة وصفت بالخطيرة والاستفزازية أقدم عدد من عبيد زريبة مراكش القادمين من الجانب المغربي بحسب ما يتم تداوله على التوغل داخل منطقة واحد إيش المسترجع من طرف الجزائر، حيث قاموا بأعمال تخريب طالت أشجار النخيل والممتلكات الفلاحية في تصرف اعتبره كثيرون تجاوزا مرفوضا واستفزازا لا يخدم استقرار المنطقة. شاهدوا معنا هذه الصور. نط ولا شي حاجة طيح الأرض خدي معاهم. على كرشك هود. كما كنتم تشاهدون، هكذا كان رد فعل وحدات حرس الحدود والجيش الوطني الشعبي. تتعدى حدودك ينتهي وجودك. وابل من العيارات النارية جعل هؤلاء المتسللين يفرون كالجرذان من حيث أتوا. في هذا الخبر مشاهدينا الأفاضل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتغطرس الرجل البرتقالي يصل قبل قليل إلى جمهورية الصين الشعبية ويتعرض لإهانة دبلوماسية كبيرة. الرئيس الصيني لم يحضر شخصيا لاستقبال دونالد ترامب، واكتفى بإرسال عدد من المسؤولين لاستقباله في المطار. وخلال الأشهر العشر الماضية اضطر دونالد ترامب للسفر إلى الصين مرتين، بينما لم يقم الرئيس الصيني بأي زيارة دولة رسمية إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد كامل، أي 10 سنوات. المشهد يعكس حجم التحول الهائل في موازين القوى العالمية، حيث أصبحت الولايات المتحدة تجد نفسها مضطرة للذهاب إلى بكين وطلب تعاونها، بعدما كانت هي المركز الذي يسعى الجميع للوصول إليه. في خبرنا ما قبل الأخير، وفي صفعة سياسية وإعلامية تكلمت في جبين نظام المخنز أثارت جدلا كبيرا وواسعا. خرجت سفيرة دولة الكيان الأزرق في إسبانيا بتصريحات أكدت فيها أن بلادها لا تدعم أي مطالب مغربية تتعلق بمدينة سبتة ومليليا الخاضعتين للسيادة الإسبانية، وهو ما اعتبره متابعون إحراجا كبيرا للرباط بعد سنوات من التقارب والتطبيع والانبطاح
التضاحي مع الكيان الأزرق والرهان على الدعم الأمريكي والغربي. وتعيد هذه التصريحات إلى الوجه تساؤلات كثيرة حول المكاسب الحقيقية التي جناها المخرب من مسار التطبيع، خاصة وأن الملفات الحساسة بالنسبة له لم تشهد أي تحول فعلي على أرض الواقع، بينما تواصل القوى الكبرى التعامل مع القضايا السيادية وفق مصالحه الخاصة لا وفق منطق العواطف أو التحالفات الظرفية. في آخر خبر واللي راح نختم به عرضنا الإخباري لأمسية نهار اليوم، سوف نتكلم عن الحثالة السوريون الذين تجرؤوا على الجزائريين والجزائريات. فحسب أكبر الصفحات الإخبارية في مدينة وهران تم تقديم الراعية السوري الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن، حيث تمت متابعته وفق إجراءات المثول الفوري. وحسب المعطيات المتداولة فإن المعني يملك إقامة منتهية الصلاحية، فيما يبقى قرار الترحيل والذي هو مطلب شعبي وارد وفق ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والقضائية. وحسب مصادر أخرى أنه تم الحكم عليه ب6 أشهر حبس نافذة. إن شاء الله يتأكد هذا الحكم وتسفيره بعد ذلك. لكي تعلموا أيها الأحبة درجة الوقاحة التي وصل إليها هؤلاء الحثالة من دون حتى إقامة قانونية يضع بثوث مباشرة لسب أهل الجزائر. ها هو المحل أمامكم مقفل ومشمع بقرار من السلطات القضائية الجزائرية. كما نبشركم بخبر جانبي استثنائي بأنه كذلك ثم نهار اليوم ترحيل ما يفوق عن 300 رعية من رعايا المهلكة المغربية الذين ينعمون بخيرة الجزائر، وذلك بصفة غير شرعية. بهذا الخبر أيها الأحبة نكون قد أتينا إلى نهاية بث اليوم الذي نأمل ونرجو أنه نال رضاكم وإعجابكم. دمتم أوفياء لقناة الرادار الجزائري. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.